كورس مونتاج وبالموبايل. ايوه يا صديقي زي ما سمعت، كورس مونتاج وبالموبايل. تعال اما احكي لك. من اسبوعين كده في حد بعت لي قال لي انا عايز اخد كورس مونتاج بالموبايل. قلت له تمام مفيش اي مشكله. قال لي انا عايزه اوفلاين، عايزك انت اللي تجي. قلت له برضه مفيش اي مشكله. وبالفعل تواصلنا مع بعض ورحت بدات اديله كورس المونتاج. مين هو بقى؟ هو استاذ احمد الشيخ. طبعا هو بيشوف الفيديو دلوقتي. فالمهم اول مره جرب ان انا اعلم حد، اعلمه حاجه وهو يستقبل المعلومه، وبالذات لما تكون في المونتاج او في المهاره اللي انا بحبها او اللي انا متعمق فيها او اللي هي كمان مجال شغلي. واللي اكتشفته في الكورس ان انا عرفت اوصل له المعلومه بسلاسه. هو كمان كان بيقول لي كان في حاجه مقلقاني ان ممكن ان انت ما بتعرفش توصل لي المعلومه، لكن دلوقتي هو بيقول لي انا اخترت صح ووصلت لي المعلومه صح. طب اتعلمنا ايه بقى وبنستخدم برامج ايه في الكورس ده وبنعمل ايه؟ بص يا صديقي، في الكورس ده بنتعلم المونتاج. لا يا راجل، بنتعلم المونتاج نفسه مش البرامج، تمام؟ فاللي يتعلم المونتاج يقدر يستخدم اي برامج. احنا كنا بنطبق على ايه؟ كنا بنطبق على كاب كات وعلى في ان. في حد هيقول لي طب ما هو يتفرج على الكورس على اليوتيوب هيعلمه وخلاص. اقول لك لا يا صديقي، اللي على اليوتيوب فيه معلومات غير كافيه ومعلومات نظريه اكتر، لكن هو كان عايز حد معاه، كان عايز حد يفهمه خطوه خطوه ستيب باي ستيب، ومش عايز حاجات نظريه. قلت له بس انت جيت لي في ملعب ده، انا بتاع العملي كله. ورحنا وقعدنا انا وهو واتعلمنا من اساسيات المونتاج من تحت خالص. الكتات، الترانزيشن، الكي فريم، الساوند افكت، الاوديو، الفيديو، تحسين الصوت، تحسين جوده الفيديو، وتقريبا كل اساسيات المونتاج. ولو انت زي استاذ احمد الفرصه لسه متاحه قدامك، متاح ان حد يجي لك يعلمك الكورس فيس تو فيس عشان تفهم اكتر وتطبق اكتر. احنا كنا في الكورس ده كنا بنطبق كتير جدا، يعني كنا بنشرح المعلومه نطبق عليها كتير، هي جات لك على طبق من الماس. بس كده، كان معاك زيكو، سلام.